السحور اللي بيعمل مشاكل ومشاكل السحور. يعني احنا خلاص يومنا بيقفل من بعد الفطار على الساعة 12 بعد ما نصلي وبعد ما نلم الدنيا والمطبخ والكلام ده كله. عايزين بقى ايه؟ نعمل فرشة السحور اللي هي بتبقى على الساعة 2:30 3. نحط بقى سفرة جديدة بمواعين جديدة بحاجات جديدة، ومفروض ان احنا عندنا شغل، ومفروض ان احنا عندنا مدارس، ومفروض ان احنا يعني هنصلي الفجر وعايزين يعني نصحى بدري. فيا جماعة يعني في اوبشنز كتير قوي، علشان الحوار ده خانقني كل سنه عايزه اتكلم فيه. بس جات لي الفرصه بقى، جات لي الفرصه ان هو عادي احنا مش لازم نعمل فرشه ومش لازم نعمل مواعين كتير. في كذا اوبشن، يعني في كذا اوبشن ان احنا نريح بيه نفسنا. اولا اول اوبشن ان احنا مش هنحضر فيه حاجه خالص، عندك بواقي الفطار. تمام، ده ما فيهوش اي مشكله خالص، هنطلعهم تاني وناكل على طول. طيب في ايه تاني بقى؟ في شويه حاجات هنحضرها او هنحضرها لجوازاتنا، علشان احنا لو قررنا ان احنا نخش ننام ان هو ما يتصبحوش، احضر له كده كام حاجه. والحاجه هي عندك يا باشا، اللي عايز يتسحر يتسحر. مثلا بيضتين مع خيار مع طماطم وكوبايه زبادي. ادي اول اوبشن، ما اثرش معانا في حاجه. تاني اوبشن تعملوا سندوتشين مع شويه خيار برضو وكوبايه زبادي. او هنجيب كيس فول ب10 جنيه من على الراجل على اول الشارع، عشان يا ستي تبقى عملتي فيه مجهود. ادي عصره ليمون اها علشان يبقى انا عملت اللي عليا، وجنبهم رغيفين عيش. او هتنفضي له خالص خالص، والتلاجة عندك اهي، او الشبراوي عندك اهو، اتفضل اطلب منه وانا اخش انام. شكرا.